الله وبركاته. الله يسعد جميع أوقاتكم يا رب. اذكروا الله، جزاكم الله خير، وصلوا على النبي. هذا الله يسلمكم شيبة، تاجر ما به إلا هو وعجوزة في بيته لحاله، ما عليهم حد مليار. بعد فترة الله رزقه بولد، سمى الولد طارق. صار معروف في القرية اللي هو فيها أبو طارق. وتعبت زوجته عجوزة من يوم جابت طارق وهي تعبانة، وتعيش معه يمكن 12 سنة وهي مريضة. بعد 12 سنة توفاها الله. الله يجعلها طهور ويغفر لها إن شاء الله. السالفة هذه واقعية. عاش هو يا ولده، عاش أبو طارق وولده طارق، وقعد مقابل محلاته وتجارته وشغال شغال، ما أهمل تجارة. عاش مقابل تجارته هو يا ولده طارق. وصل عمر طارق 14 سنة، والصبي جيد ما شاء الله، جيد جيد وذكي وحريص. قال لي بيه يبا أنت ليه مهمل نفسك؟ قال الشيبة كيف مهمل نفسي؟ قال أنت ليه ما تعرس؟ ليه ما تزوج؟ قابل ذا التجارة وقابل أنا خلاص رجال بسد روحي، ما عليك مني زني. انشغل بالي الشيبة بكلام الصبي بموضوع الزواج. قال لي والله أنا ليه ما أتزوج؟ المهم أهل القرية اللي هو فيها كلهم يتمنون يزوجون. أول شيء رجال دين، ثاني شيء جنابه طيب، ثالث شيء وأهم شيء عنده فلوس، مرتاح ماديا جدا، فلوس. خطب عند واحد من جماعة. المهم ان ابو طارق خطب عند واحد من اهل القرية اللي هم فيها، ونشد بنته الرجال، وقالت هي باللفت البنت وش هي؟ صغيرة، ظهر 18 19، صاروخ موجه البنت. قال بيها رجال كبير قالت بابا خلاص انا متزوجه، طلع عقب شر. فجاءه وقال له خلاص ابرك الساعات، الشيبه جاهز. قال يلا العرس الخميس، هم كانوا بدايه السوق. قال ابدا دربك سمح. جاء يوم الخميس وزفوا، سووا العرس وزفوا الشيبة وامرته، ابو طارق وامرته. يمسون ذاك الليل امورهم طيبه مرتاحين. المهم ان البنت جيدة جيدة ولطيفة، وشق صاروخ. الزبدة اللي ابغى اوصلها لكم، ابو طارق تخارفا عند البنت، جيدة لطيفة، غرفتها مرتبة، ملابسها منظفة، ولبيك وان شاء الله وابشر. باقي لي يطلع لها قرون. فالله يسلمكم، هنا اكتشف ابو طارق ان في شيء احلى مليون مرة من التجارة والفلوس. ابعد عن دكاكينه، ابعد عن اموره، قاعد ملازم زوجته المزة ذي الصاروخ. عقب كم من شهر تحولت حية. قالت له ولدك ذا خله يرتب ملابسه، ما هي بحالة ذي، بعدين يصحونه الا انا اجيب له فيها اكل يشيلها يغسلها. الشيبة ما حد يقدر يقول له كبير سن طايح له في نعمة، ما علم ولده. قاعد هو ينظف ملابس ولده، يغسل، ينظف غرفته، يغسل مواعين ولده، يبغى الأمور تمشي. المهم أنها ظهر لها زعينيفات، دارت أنها تمكنت من أبو طارق. قالت لها اسمع يا أبو طارق، يا أنا يا ولدك في البيت. قال يا بنت الحلال، هو توه جاي من المحلات تعبان، كلت كبده، كلت مخه بالنقرة بالحكاء. قال خليني امسي ولا اصبحنا. قالت لا 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 تحفر راسه. المهم انها
المهم انها شلت اغراضها وراحت لها سرت، حكاها يا مسلمه يا يهديش يرضيش، قالت كلش انا في بيت ابي، اذا طلعت انت ولدك ولا طلعت انت لي بيت تعال انت فاهم، خله تروح. قاعد يروح المحله ويعود خاطره ضايق. الصبي ينتبه، قال يبا وش القصه وش السؤال؟ قال ما بشي ما علم. وقعد هو يا ولده ويروح المحلات ويعود. المهم الله يطول اعماركم على الطاعه، فيه له صديق قديم اسمه ابو محمد، لا صديق لابو طارق، يمر عليه وضعه المادي صعب انت يا ابو محمد، ويمر عليه ابو طارق دائما ولا يجيه يده فاضيه، مره طحين مره سمن مره سكر مره عيش مره قمح، ما يخليه ما يجيه يده فاضيه. ضاق خاطره ذاك الليل، خذ له سكر وطحين وسمن ما ادري ايش اللي معه، وراح يزور صديقه ذا ابو محمد. يا ما رحبه يا ما اسهل، عقب ما جاء يرحب به ابو محمد قلطه. قاعد يسولفون ولا يشوفه متشتت، معه في الجلسه، ما معه الا جسمه بس. قال له ابو طارق عسى ما شر، وش القصه وش اللي مضيق خاطرك؟ حاول يمين يسار، المهم انها قطه ما خلاه يروح. قال له علمني. قال يا اخي هذا ما صار وهذا ما صار وهذا ما صار، والمره حطتني في موقف صعب، المره تعودت عليها ولا انا مخفيك، والله أنا ودي بها جدا جدا، لكن ذا ولدي السنافي اللي ما طلعت بالدنيا إلا به، ما طلعت بالدنيا، ما طلعت من الدنيا إلا به، تصحيح عشان ما تزعجوني في الكومنت. قال له أبو محمد وبس ذا الموضوع، قال هذا الموضوع، قال لي سهل الله إن شاء الله. راح أنت يا أبو طارق. يوم قد في دكانه يوم من الأيام ويجيه بمرته، يا أبو فلان وش علوم البنت، وين مرتنا يا أخي؟ قال مرتك في البيت ومتمسكة بشروطها، ما هي براجعة لك إلا بشروطها، تبغي مرتك نفذ شروطها، ما تبغيها خلك مع طارق. راح خله، قعد حول 5 أيام أسبوع. يوم صلى العصر في المسجد ولا إذا محمد يصلي معه. محمد من هو؟ ولد أبو محمد، ولد صديقه القديم. سلم عليه محمد وقال له هو يدعيه يدعي أبو طارق يبه، قال له يبه أبوي يسلم عليك ويقول لك صلاة المغرب تصليها عنده. قال عسى ماشر، قال ماشر أبوي يبغيك ضروري لا تغيب أنت وولدك محمد طارق. خلى ولده يلبس ولبس وحركه لأبو محمد. يوم جاء أبو محمد عينوا عنده أمام المسجد، مسجد منطقة أبو محمد البلوك اللي هو فيه، واثنين من التجار وشيبة من كبار الوجهاء المنطقة. استغرب أبو طارق، قعدوا تقهووا وسولفوا. عقب جوب عليه أبو محمد ذكرهم الله، قال قولوا لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذكرهم الله وقال له أبو محمد يقول له لأبو طارق، قال أبشر كان شاورت البنات ووافقوا، مرتك ومرت ولدك طارق. انصدم أبو طارق، ما درى ايش يسوي، ما اللخم. قال له أبرك ساعات عن إذنك دقيقة. طلع بطارق قال وش رأيك في حركة أبو محمد؟ لا رد لي الشور ولا سافهني ولا الصبي ولده. أنا علمتكم من البداية أن الصبي ذكي وحكيم. قال له ولده يبا لا تغرك فلوسك، ترى أبو محمد مهم من دونك بالمراجع، غير عسرته الدنيا، ولا تحقره علشانك تجيه بكيس طحين ولا دبة سمن. أبو محمد حركته ما كلنا يسويها يا والدي، ولا هم مرخص بناته إلا لأنك تستاهل. رقح الصبي عشان ما شافي به ضجر. المهم قال أبرك السعد دامك تشوف كذا أبرك السعد. عودوا دخلوا في المجلس، ملكوهم وسروا الشهود والوجيه اللي معهم وامام المسجد. ويقوم ابو محمد يا ولده محمد، قال خذ خواتك المعاريس ودهم البيت ابو طارق ينظفون البيت ويسنعونه ويتنا. سرى
محمد وخواته رتبوا البيت، قاعدوا يسولفون. عقب نحط عشاهم. ابو محمد عنده بنات واجد، حطوا العشاء البنات اللي في البيت. عادهم يتعشون اذا محمد جاء. قال له بيه وش العلوم؟ قال العلوم. طيب نسوان الربع في بيتهم وجاهزين ينطر. المهم تعشوا. الشيبة ولده، ابو طارق ولده، وقال لهم ابو محمد يلا نسوانكم ينطرونكم. ساروا امسى الهداء. قاموا صباح صلاة الفجر، واذا طارق مواجهني بيه. قال له بيه شلو؟ قال له شكونك ما عرست من زمان يا الله يهداك. عاد في الطريق يعوض طارق. قال له بيه وين رايح؟ قال بعود المرحله. مسكها وسحب. اضحك عليه. صلوا، عودوا، عينوا الفطور من كل ما لذ وطاب، عينوا الاغراض، الملابس مرتبه، اغراض الدكان اللي هم يودون معهم جاهزه، كل شيء. ابدا كانوا معهم من سنين عارفين كل شيء، لانهم يدورون اللي في خطرهم. فعاشوا 3 أيام، اجمل 3 أيام في اعمارهم. يوم جاء بعد 3 أيام ولا الباب يدق، يبطل الباب وطارق ينبطل الباب، فاذا اب مرته الاولى. السلام عليكم. السلام. المرة تسلم عليك وتبغي تعود، بس تبغي لها رضوة بسيطة علشان منظرها قدام الناس. قال رضوتها الله يسلمك طالق طالق طالق. بنتك يعلم الله انها اجمل بنت شافتها عيني، لكن امحق جمال. مجرد هو مرتها اللي عنده الشيبة ميب ناقصة جمال، لكن تيك خذت عقله. تيك صاروخ، بس الجمال ما هو بكل شيء. هي ضيعت جمالها بجرأتها، وانها حطت نفسها في مقارنة مع قطعة كبدة، وانها كلت مخه بالنقرة. يا اخواني يا اخواتي، الكلام نقنقة اللقلقة دي ما توكلش. هذه تقصر العمر، تذبح الغلاء مهما كان حجمه. يلا السلام عليكم. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فاشغله بنفسه واصرفه عنا وعوضنا عنه يا رب من يجبر بخاطرنا. حبيبنا هذه سعرها بكم؟ هذه 199. ليش غالية كذا؟ تجي 150؟ خليها 150 عادي. عندكم شبكة؟ في شبكة، في كاش، كل شيء. خلاص اتوقع محفظتي بالسيارة، اروح ارجع اجيبها. عادي اجي معاك انا. لا اروح. لا نروح ندورها سوا، عادي. ما في يا اخوي بالبيت طيب في البيت. طب مشينا اركب يلا. يا عمي انزل.